جميل ومدرب عظيم. تاني على طول جارسيا، لسه الكرة في الملعب. يا حبيبي يا حبيبي يا قلبك يا قلبك، قلب الجزائري. الله 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 الله، اجمل لقطة اجمل صورة كان يجب ان تكون في الشباك حتى تكتمل الجول. لا 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 لا، الاصرار والجمال والتحدي الكبير ده. تاني من جديد يا ولد يا ولد. ولكن الهيدوس ثورة السد، ثورة الديابة. نعم ثورة الديابة، عيال الديب يثورون بيب بيب بيب، ثورة عيال الديب. لكن حمرون ايه القلب ده، القلب الجزائري ده، الروح دي، الاصرار ده، التحدي ده. مش من فراغ نزير بالحج كان من اعظم اللاعبين، والان حمرون من اكثر اللاعبين اجتهادا، وكاد ان يسجل بغداد افضل الاهداف في تاريخ الكلاسيكو في مباراتهم الاخيره في الجوله الاخيره عندما فاز الغرافه على الريان بنتيجه 3-2. حسن الهيدوس الى بغداد، لو بالعرض خطر، لو بالعرض خطر، خلاص لم لو شاط الى تشافي، ولكن دانيال جوما ضربة جزاء لصالح نادي السد. فرمان من سعود العزبة، تصويبة قوية من تشافي، ويبقى السؤال هل هي خارج منطقة الجزاء ام داخل منطقة الجزاء؟ الحكم كان قريب، وافقيا الحكم رمزان الرمزاني موجود مع اللعبة، هو اللي ممكن يشيد بالقرار او لا، هو اللي ممكن يقول للحكم هي جوه ولا لا. شوف دانيال جوما فين، هو فوق الخط، هو فوق الخط، والخطوط جزء من المناطق، وبالتالي ضربة جزاء. والله هو فوق الخط، لكن هل اللمسة بإيده كانت فوق الخط ولا لا، ولا بره؟ اللقطة الأخيرة بينت إن هي بره الخط شوية. شوف يا جماعة، الحكم المساعد أفقيا كان معاه، هيقول لرمزان الرمزان مش عارف، ممكن يقول له اللمسة كانت بره، هيقول له جسمه كان جوه أو على الخط، لكن اللمسة كانت بره. ممكن يحتسبها ضربة حرة مباشرة، أعتقد كده. نعم ضربة حرة مباشرة ولا إيه؟ بل ضربة جزاء. إذن رمزان الرمزاني الحكم المساعد اللي هو واقف أفقيا مع اللعبة أكد لسعود العزبة إن ضربة الجزاء صحيحة. أهو هو السؤال المهم، هو اللعيب على الخط وبقيت جسمه جوه ال 18، لكن هل لما لمست الايد كانت بره ولا جوه؟ واصبح مفتوح امام بغداد بنجاح ونادي السد للتقدم. جماهير السد بتقول يا رب، جماهير الريان بتقول يا رب، وعمر باري بيقول يا رب، وبغداد يسجل اول اهداف ويقول شكرا يا رب. 1-0 للسد. والله وعملوها، نعم والله وعملوها الديابه. بيب يا عظمه عيال الديب. بغداد بنجاح، وبنجاح منقطع النظير، يسجل اول اهداف الكلاسيكو، يرفع رصيده للهدف رقم 10، ويطارد يوسف العربي مهاجم الاخوية، ويصر على ان السد حاضر ويتقدم للامام خطوة بعد خطوة، يوم بعد يوم، على امل ان يتصدر المشهد. بينما الريان اقوى دفاع في البطولة، شباكه ما صعب حدا يطوله. نعم بكل هدوء وبكل ثقة ينجح بغداد بنجاح في ان يخدع حارس المرمى عمر باري. يتجه عمر باري الى اليمين، يضعها بغداد بكل ثقة. محمد علاء، ولكن جامدة جدا محمد علاء باصراره ومهارته. ويا ولد عليك يا ولد، برافو. ولكن كيمو بقوته ينقذ الموقف الى حمرون صاحب التصويبة الاخيرة الجميلة. يعدي حمرون قطار السد السريع، جزائري كبير ينطلق ويعدي ويمر. الله عليك. لا غير معقول. السد يثور والريان للخلف دور. بص شوف حمرون بيعمل ايه. حمرون عدى ومر وفات قطار السد السريع بأداء راقي وبديع، يعمل بالعرض ويسجل بلديات بغداد بنجاح الهدف رقم 12. الله عليك يا ولد، اي قاطرة بشرية جزائرية تبدع هنا في الملاعب القطرية. حمرون ينطلق ويخترق ويعدي ويمر ويفوت، وبالعرض بغداد يشوط وتوت. جمهور السد مبسوط. نعم السد يثور والريان للخلف دور. وادي الارضيه. الله عليك، خدمه توصيل الطلبات للمنازل. اي قوه بدنيه، اي التحامات بدنيه، اي مهارات فرديه، اي تحمل قوه، اي تحمل سرعه، اي كره ارضيه برؤيه وقدرات مهاريه، ثم خدمه توصيل الطلبات للمنازل الى بغداد بنجاح
بنجاح منقطع النظير. نعم هدف فعل فيه كل شيء حمرون، ثم في النهاية يقدم هدية لبغداد. تاني على طول في نص ملعب تشافي الأستاذ الأسطورة، تشينج دايركشن عظيم للأستاذ تشافي، ثم بساطة سهولة. أكثر من يقدر قيمة التمرير وأكثر من جعل لتمريرة خط الوسط قيمة ومكانة، سواء منه هو أو من بيرلو النجم الإيطالي أيضا العظيم. انطلاقة أمامية من تاني، هتاخد فرصة ثالث، فرصة ثالث، ولكن حكم اللقاء بدلا من إتاحة الفرصة، وتشافي بيقول له فين إتاحة الفرصة لأن الكرة دخلت المرمى واكتملت بالفعل، لكن حكم اللقاء سعود العزبة في كلاسيكو، في إثارة، في ندية، قال لك لا مجال لإتاحة الفرصة. لكن هل كان لابد من إتاحة الفرصة ولا لا؟ هذه اللعبة مستمرة، كان لازم يكمل إتاحة الفرصة، لأنه واضح إن في خير. فاول جامد جدا على كاسيريز اللي ممكن يتحسب الفاول، وهو كمان ما ياخدش انذار ومحدش واخد باله، لكن كان في مسك، كان في شد، وكان في فاول بعد كده على حمرون. بص حمرون بايده الشمال شادد وماسك الحقيقه، لكن ايه القوه دي يا ولد؟ حمرون على الخط، حمرون في العمق، حمرون في اليمين، حمرون في كل المراكز له قيمة، ويحرم بسبب عدم إتاحة الفرصة من لقطة هدف ثالث للسد وهدف أول له على المستوى الشخصي. ادي سعود العزبة وادي فيريرا المدرب البرتغالي لنادي السد. الضربة الحرة عملها تشافي الكبير. نعم والله وعملوها الديابة. نعم لا فهود ولا أسود، فقط هو يوم الديابة، فقط هي لحظة الديابة. نعم بيب يا عظمة عيال الديب. ينجح تشافي النجم الأسباني الكبير في إحراز الهدف الثالث، وسبحان الله القدر كان لطيفا بالسد وبحكم اللقاء سعود العزبة الذي لم يعطي إتاحة الفرصة، وكانت هدف عادت وردت، ونجح تشافي وكأنها بإيديه. الله عليه والله، حطها وكأنها بإيديه. الله عليه، ما أحلى الرجوع إليه، والسد عمل اللي عليه في لقاء الكلاسيكو الكبير. نعم بدأت جماهير الريان تغادر الملعب. عظيمة. شوف تشافي، شوف أسطورة أسبانيا، شوف الأسطورة يقدم أجمل كرة، شوف اللاعب الكبير صاحب 37 سنة، قمة العطاء والتميز بدنيا فنيا، قدرات خاصة للنجم الكبير. نشنت يا فالح ونشانك رشا. نعم بص الاستلام حسن، ادي حمرون الشمال في اليمين، هو ما عندوش مشاكل أبدا. فأي مدرب يتمنى اللعيبة اللي بهذه المواصفات البدنية والفنية والسمات الإرادية العالية. إلى تشافي سجل الهدف الثالث بإبداع كبير. فرصة حمرون وأحلى جول، رجل المباراة الأول، ساهم في كل أهداف المباراة، بأهدافه، بقيمته، بقدراته، بإمكانياته اللي أصبحت مالية حياته. يوم ورا يوم أهدافه بتكتر، يوم ورا يوم قناعات الجماهير اللي بتكبر. نجم اللقاء الأول حمرون النجم الجزائري يسجل هدف هو الثالث له هذا الموسم، ويبدع كما لم يبدع من قبل. أي تمريرة يا تشافي، أي إبداع يا ولد، أي إمتاع يا ولد. السد يثور والريان للخلف دور. رباعية قد تكون مع الوقت تاريخية لينجح نادي السد وتشافي وحمرون وأبو نجاح والهيدوس في تقديم وجبة كروية دسمة. نلعب في الدقيقة 72، لسه 18 دقيقة. المشوار طويل قوي على لعيبة الريان وعلى جماهير الريان. لو 1-0 يقول لك ماشي، 2-0 ماشي، 3-1 ماشي، 3-0 يمكن ماشي، لكن الأربعة كتيرة شويات. فرصة الخامس، لا هاتريك ولقطة تعبر عن الضيق والغضب وحالة الحزن الشديدة على سعادة الشيخ سعود بن خالد بن عبد الحمد الثاني، رئيس نادي الريان الذي كان رئيسا للجنة الأولمبية، رئيسا للاتحاد القطري لكرة القدم، الذي أعاد درع الدوري بعد 21 سنة لنادي الريان. الآن يصطدم ويصطم بهزيمة كبيرة، وفريقه وجماهيره الكبيرة، والسد يبرهن على قيمته وهبته ومكانته، ويسجل
خامس الأهداف. السد يتقدم ولا يخاف، وبغداد بنجاح منقطع النظير يسجل الهاتريك وخامس أهداف السد، ويصبح هدافا للدوري. أي انطلاقة، أي سرعة، أي كرة أرضية برجله اليمين، يا جماله يا جماله، بيمينه حطها له. الله 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 الله. خماسية للتاريخ.